مساكم الله بالخير. شلونكم جميعا؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. عسى ربي يرزقكم الجنة ونعيمها وكل ما تتمنونه. اليوم إن شاء الله بسوي مرق دياي. هني عندي دياي مغسلة ومنظفة ومتبلة بالبهارات المشكلة، وهني عندي عيدان بطاط أبي أقليهم، وهني عندي شرايح من البصل حاط عليهم كركم، وهني عندي بهارات مشكلة مع فلفل أسود وكركم وهيل مع ورق الكاري، وعندي طماط مفروم، وعندي بصل، عندي طماط وثوم وبطاط، وهني عندي الشعرية بسويها حق العيش، ليمون أسود مع حتى هذا اللي تشوفونه المربع مثل ماجي هم ليمون أسود هذا، وهني عندي دبس التمر، مهروس ثوم وزنجبيل، وهذه هي المكونات. حطيت زيت بالجدر، وهني بحط البصل، والحين بحط الطماط المفروم. تقدرون تقطعون طماط مو شرط تفرمونه، وبالنسبة حق المرقة تقدرون تستخدمون أي نوع من أنواع الخضروات، كوسة، جزر، قرع، تبي تحطون فاصوليا بيضة، فاصوليا حمراء، حمص مجروش، اللي تحبونه. بحمس البصل مع الطماط فترة لغاية ما أشوف الدهن يفصل عن الطماط والبصل. حطيت معجون الطماط كذي الدهن شلون يفصل عن البصل والطماط، كذي معناته شغلنا مضبوط ونحمس. وحط مهروس الثوم والزنجبيل. اكو ناس ما تحط ثوم وزنجبيل، يعني هذه مسألة اختيارية. الحين انزل الدياي بالطريقة هذه كذي، وبعد ما حمست الدياي عدل الحين احط البهارات مع ورق الكاري، واحط دبس التمر، هذه شغلة اختيارية اذا تحبون تحطونها. المرقة راح تطلع عندنا حالية حامضة. واحط الليمون الاسود مع مكعب الليمون الاسود، وحمس المكونات هذه كلها. وبحط البطاط والثوم والطماط. طبعا البطاط انا قاصه كبير علشان ناوي اني احطه من البداية علشان لا يذوب وايد. عموما انا مو هذا البطاط اللي بعتمد عليه، بعتمد على بطاط العيدان اكثر، بس البطاط هذا راح يعطيني نكهة. وبعد ما انحمست عندي المكونات عدل، الحين احط الملح واحط الماي، وتالي اذوق اشوف احتاج ملح ولا احتاج حموضة اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الماي الحار على جنب كذي، وكذي حطينا الماي، ملوحتنا زينة والحموضة هم طيبة، ونسكر راس الجدر لمدة ساعة إلى ساعة ونص. وهني بالزيت الحار حطيت عواد البطاط، انطر البطاط يتحمر. والحين بسوي لي صلصة حق السلطة. الصلصة من الطحينة البيضة اللي احنا نسميها الهردة، وزيت الزيتون وملح وفلفل أسود وليمون، وعندي هني الماسترد البني الديجون، أو تستخدمون الماسترد العادي إذا ما توفر عندكم هذا. بخلط المكونات هذه كلها هني، ونجهز الصلصة حق السلطة بالأخير. الصلصة كذي خلصت، هي كريمي، وهذه مكوناتها سهلة، صلصة لذيذة، جربوها خاصة مع الخس والخيار. هني بالجدر عندي زبدة، بحط الشعرية بحمسها لما لونها يصير بني حق العيش. كذي الشعرية تغير لونها، صار عندي لون البني. ولا تنسون إذا حطيتوا الشعرية خلكم تقلبون باستمرار، إذا نسيتوا الشعرية شوي راح تحترق. الحين نحط العيش وقلب العيش مع الشعرية. والحين نحط الماء الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطينا الملح، بسلق العيش، واللي يبي يسويه نفس طريقة المكبوس هم يصير. وبعد ما سلقت العيش رديته مرة ثانية بالجدر علشان يتسكر، واحطه على النار الصغيرة. وكذي نحط
الصلصة. إذا شفتوها ثقيلة وايد زيدوها شوية ماي، بس كذي. ونقلب المكونات كلها ونقدمها بالصفرة عشان تكون فريش. وناخذ من مرقتنا ونسقي ملتنا. ومرقتنا كذي ما شاء الله تبارك الرحمن خلصت. وهذا بطاط العيدان والثوم والبطاط واللومي الاسحاري. وعيشنا كذي وخلص مع الفرقاعة، وعلينا بالعافية.